درس النهاردة مختلف شوية عن اللي متعودين عليه في القناة، وده لأن الموضوع نفسه محدش كتير بيشرحه. الدرس النهاردة عن تصميم واجهات المحلات والشركات على برنامج الفوتوشوب. بس استنى، ما تقفلش الفيديو، أو حتى لو شايف إن الموضوع مش يهمك قوي خد مني المعلومة دي، ولو ما اقتنعتش برضو سيب الدرس. بص، انت عارف ان النوع ده من الشغل لو اتعلمته وبدأت تطلع فيه أفكار جديدة ومختلفة هتقدر تمسك فلوس حلوة جدا في إيدك بمعنى الكلمة. أيوة، زي ما بقولك كده، وعن تجربة شخصية، وخصوصا لو بتشتغل مع ناس في الخليج لأنهم بيهتموا جدا بالنوع ده من التصميمات. فلو الموضوع شدك خليني أبسط لك الفكرة خطوة بخطوة لحد ما نطلع شغل جامد وجديد. معاكم أخوكم أبو حمزة، يلا بينا نبدأ ونشوف موضوع الدرس ده إيه. أول حاجة بنجيب صورة الأرضية اللي هنشتغل عليها الواجهة وبنفتحها على برنامج الفوتوشوب. بعدين بنكبر حجم الصورة علشان التفاصيل اللي هنضيفها تكون واضحة ونخلي الريزوليوشن على 150. بعدين بنضغط على كنترول M علشان نفتح الإضاءة بتاعت الصورة شوية. بعدين بنبدأ برسم أول حاجة جسم الواجهة. بنعمل شكل مستطيل بالطريقة دي. بعدين نخليه في نص الأرضية. بعدين بحاول أكبر مساحة الأرضية بالشكل ده. وأغير لون المستطيل أخليه أسود الرمادي. وهنا نظرية مهمة لازم تعرفها، إن لون السطح بيكون أفتح من لون البروز أو البعد علشان يديني تأثير 3D زي ما هتشوفوا دلوقتي. بضغط على كنترول J علشان أعمل نسخة تانية من المستطيل. بعدين كنترول T وأعمل واحد تاني بس أصغر منه في الطول وارفعه لفوق شوية بالشكل ده. بعدين بكبر في العرض حاجة بسيطة واضغط على كنترول J علشان أعمل نسخة تانية. وأغير اللون أخليه أسود صريح. بعدين كنترول T وأسحب الشكل لتحت بالطريقة دي، واضغط كليك يمين واختار برسبكتيف واخلي الزاوية اللي من تحت مع نهاية المستطيل بالشكل ده. وبكده يديني شكل التجسيم مظبوط زي النظرية اللي قلنا عليها من شوية. بعدين بضغط على كنترول J علشان أعمل نسخة تانية من المستطيل الكبير وأكرر نفس الحركة اللي عملناها من فوق. بضغط كنترول T واسحب الشكل لتحت بالطريقة دي، واضغط كليك يمين واختار برسبكتيف وأضم الشكل من تحت بالطريقة دي. وغير اللون أخليه أسود صريح. بعدين بضغط على كنترول J علشان أعمل نسخة تانية من المستطيل الكبير وأبدأ أعمل العواميد اللي من تحت. بضغط كنترول T واسحب الشكل لتحت وأظبط مقاسه بالحجم المناسب معايا. بعدين بضغط على كنترول J علشان أعمل نسخة تانية من العمود. بعدين بروح على قائمة Layer Style من تحت واختار Drop Shadow علشان أعمل تجسيم للعمود من ناحية الشمال. بعدين بضغط كليك يمين واختار Copy Layer Style علشان أضيف نفس التجسيم على العمود من الناحية التانية بس بعكس زاوية الظل. بروح أجيب الأرضية الخشبي اللي هشتغل عليها وأخليها على سطح الواجهة وبضغط كنترول T وأظبط حجمها بالشكل المناسب.
بروح على قائمة Layer Style من تحت واختار Inner Shadow علشان أظهر الأرضية الخشبي إنها مفرغة للداخل بالطريقة دي. برسم شكل مستطيل فوق الأرضية الخشبي وأخلي الشكل في النص وأغير اللون للأسود الرمادي. بعدين بروح على قائمة Layer Style من تحت واختار منها Drop Shadow علشان أعمل تجسيم للأرضية بالشكل المناسب. بضغط على Ctrl J علشان أعمل نسخة تانية من الأرضية الخشبي وأصغر الحجم من Ctrl T. وأعمل 4 مساتر من الجنب بالشكل اللي قدامكم ده. بعدين بحطهم في جروب مع بعض Ctrl G وأعمل لهم Drop Shadow مع بعض. بعمل نسخة من المستطيل Ctrl J وأحطه فوق المساطر الخشب اللي عملتها. وأغير زاوية الدروب شادو أخليها نفس زاوية المساطر. بضغط على Ctrl J على الجروب بتاع المساطر وأعمل نسخة تانية وأخدهم على العمود اللي من تحت وبضغط Ctrl T وأخلي الشكل بالطول. وأظبطه بنفس طول العمود بالشكل ده. بعدين بضغط كليك يمين على لاير بتاع العمود واختار Copy Layer Style علشان أنسخ نفس زاوية الدروب شادو وأحطها على الجروب الخشبي. وأصغر درجة البروز شوية وأعمل نسخة من الأرضية الخشبي وأخرج الشكل اللي نسخته من الجروب وبضغط Ctrl T وأظبط الحجم على نفس حجم العمود وأروح على الجروب بتاع المساطر الخشبي وأغير لونهم للأسود الرمادي. برسم شكل مستطيل طولي فوق المساطر اللي على العمود وأظبط حجمه. واروح على جوجل وابحث على أي شعار خاص بالموبايلات. أنا اخترت الشكل اللي قدامكم ده وفصلت اللونين عن بعض علشان أعرف أتحكم فيهم. بعدين بظبط الشعار على المستطيل اللي عملته وأعمل نسخة تانية من المستطيل Ctrl J. وأغير اللون للأسود الرمادي وأصغر الحجم شوية مع الشعار. وأروح للأرضية الخشبي وأعمل نسخة تانية Ctrl J وأرفعها فوق المستطيل الكبير وأضغط على Alt علشان أدخلها في الشكل بالطريقة دي. بالشكل ده أنا فرغت الشعار بالأرضية عن العواميد. بعدين بضغط كليك يمين على لاير بتاع الأرضية الخشبي واختار Copy Layer Style
علشان أنسخ نص التأثير، وأنسخه في المستطيل اللي من تحت علشان يديني نفس شكل التفريغ، واظبط الإعدادات بتاعته بالشكل المناسب. بكتب بعدين اسم المحل أو المكان. أنا اخترت محل موبايلات موبايل شوب، وأحط الاسم من فوق وأخليه في النص وأظبط حجمه مع الأرضية. وباخد نسخة من الشعار الكنترول جي وأحطه في الجزء اللي من فوق على الشمال. وأنسخ نفس اسم المحل وأضيفه جنب الشعار. بعدين باخد الجروب بتاع المساطر الخشبية اللي فوق وأنسخه كنترول جي وأضيفه على العمود اللي من تحت، وأفصل آخر واحدة عنهم وأخليها من تحت، وأصغر التلاتة الباقيين كنترول تي بالشكل ده. بعدين بجيب صورة الباب الزجاج ده وأفتحه على الفوتوشوب وأختار الشكل المناسب معايا وأقصه. بعدين بنقله على التصميم بتاعي وبظبط حجمه كنترول تي في المقاس المناسب. وعلشان الألوان تبقى ماشية على درجة واحدة بعمل طبقة جديدة. وأخلي اللون الأسود، بعدين بضغط على Alt Backspace. وبعدين بضغط على Alt علشان أدخل اللاير في الصورة وأغير مود الألوان للينير لايت. وأخف الشفافية بتاعته شوية على 60%. بحدد الصورة بتاعت البوابة الزجاج واضغط على Ctrl M وغمق درجة الإضاءة علشان تمشي مع الجو العام للواجهة بالشكل ده. بحدد المستطيل اللي فوق وأعمل نسخة تانية Ctrl J والغي التأثير اللي فيه.
بعدين بلغي الفل واختار ستروك وخليه باللون البيج الفاتح وكبر حجمه 7 بكسل. وخلي الشكل للخارج بالطريقة دي. بعدين بعمل ماسك للشكل واحد وحدد الجزء اللي على اليمين وبخفيه من كنترول باك سبيس. ومن قائمة Layer Style من تحت اختار Outer Glow. علشان يديني إضاءة LED Profile. شايفين الشكل بقى جميل ومنور ازاي؟ هنكرر نفس الخطوة على الناحية التانية. وكمان هنعمل نفس التأثير مع الشعار اللي على العمود من تحت. هنيجي بعدين ونعمل إضاءة للحروف من نفس التأثير ونحاول نخففها شوية علشان ما تعملش بلور للشكل. برضو بنعمل نفس الإضاءة على الحروف من الناحية التانية، وكمان بنعمل إضاءة للشعار بنفس الطريقة مع تغيير الألوان بالشكل ده. بعدين بنعمل إضاءة لايت سبوت في الواجهة من فوق من خلال الدوائر، ونخلي لونها نفس لون الليد بروفايل. ونضيف طبقة جديدة ونختار شكل الفرشة ونغيرها لشكل لايت سبوت علشان يديني نفس التأثير بالشكل ده. بعدين نغير درجة اللون ونصغر حجمها كنترول تي.
بعدين نغير مود الألوان لايتر كولر علشان تديني تأثير الإضاءة اللي قدامكم ده. وبجمع الإضاءة مع الدايرة في جروب مع بعض كنترول جي، وبكرر الشكل ووزعه على المساحة بالشكل ده. بعدين بعمل الإضاءة اللي بالأسفل بنفس الطريقة. وأضيف دروب شادو خفيف للكلام علشان يوضح شكل التجسيم للحروف. ونفس الكلام بطبقه على الشعار. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح، ولو في حاجة مش واضحة يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. الصور اللي استخدمتها هتلاقوها في الرابط أسفل الفيديو، وما تنسوش الاشتراك الإعجاب الجميل لو المحتوى عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.